اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ايه المنظر؟ بصراحة كان بشع جدا جدا. طبعا كلكم عارفين او اللي بيتابعني عارف ان انا بعزل في شقة جديدة. فطبعا جيت بقى الحوار المطبخ. الحوار المطبخ ده بقى كان حوار، يعني خد مني يومين ايه صعبين. اليومين دولت انا لميتهم لكم في ايه، في 7 او 8 دقايق كده، علشان خاطر ايه، يعني ما طولش عليكم من الفيديو. طبعا شفتوا الاول انا خليت المطبخ عامل ازاي، قلت ما اوريهولكم كده. بصوا المطبخ بقى لما قبل ما اعمله كان عامل ازاي، حاجه كده كان بشع جدا جدا. لان طبعا ما كان بقى الصنايعيه وما ركبت لي المطبخ، وكان عندي رخام عايز يتقص والكلام ده، فالمطبخ كان تراب جدا. فروحت جايبه كده ايه، جبت كده فوطة، ورحت ايه مسحاه كده من جوه من بره الاول كده على الناشف. وبعد كده طبعا ايه جبت الملمع الخشب وعملته. طبعا ما رضيتش اطول عليكم الفيديو. وبصوا بقى انا ما خليتش حاجه في المطبخ ما غسلتهاش. قعدت يومين اعمل في المطبخ ده بسبب الموضوع ده. ايه الفرق ما بين بقى ان انا عملت النيش قبل ما اعزل بقى ورصيته رصه حلوه؟ ده اللي هتشوفوه ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله. وانا برص النيش بكل سهوله، ومش هياخد مني اي وقت خالص. لكن طبعا المطبخ ما لحقتش ان انا ايه، يعني ان انا افضيه واغسل اللي فيه والكلام ده، وكمان كان هيبقى الموضوع صعب لاني بقى في حاجات عايزه تتفضى وكده. فانا كنت بفضي بقى ايه كل التوابل والحاجات، وارجع اغسلها وانشفها واحط من تاني كل حاجة. واي حاجة ناقصة كنت بقى ايه برجعها، يعني بكملها يعني. بصوا كل المواعين دي مواعين نظيفة، بس انا قعدت ايه تنظيفها من الاول وجديد. كنت لازم اعمل كده عشان احس بعديها ايه بقى ان انا ايه، بعد العزال ده ان انا نفسي بقى ايه، عارفين، نفسي ارتاح كده لمدة اسبوع كده، اعمل كده ايه راحة كده ريست بقى. مش قادرة خالص بجد بجد، انا ارهقت جدا جدا. يعني لو حد زي كده يعني ربنا يكون في عونه بجد، يعني حاجة صعبة وحاجة بشعة بجد. وطبعا انا برجع كل حاجة مكانها، يعني متغيرة من مكان لمكان، دي حاجة صعبة. قلت طبعا كده بقى انا هنضف الايه، الميكرويف او الفرن بتاع الكهرباء، علشان خاطر يبقى ايه نضيف كده وفل شمعة منورة. بصراحة انا خليت المطبخ جميل جدا، يعني تعبت. عايزة اقول لكم ان انا في اليوم دوت اللي انا صورت لكم فيه ده، انا نايمة. يعني بدأت في المطبخ الساعة 2 او 3 بالليل. عايزة اقول لكم ان انا خلصته الساعة 3 العصر. اه والله العظيم خلصته. كان ده تاني يوم كمان، يعني كنت عاملة قبلها بيوم كده حاجات بسيطة. إيه وكان يعني ما طولتش فيه قوي، يعني ما عملتش فيه حاجات قبلها بيوم. كانت حاجات بسيطة قوي كده. عملتها. وجيت بقى قلت انا هكمل تاني يوم. بس جيت بقى ايه قلت ايه انا هفضل بقى كل يوم اعمل فيه وكان ورايا حاجات تانية لسه ما اتفرشتش. والله يا بنتي لا انت ايه بقى مخلصاه كده. اقول لك على حاجة، افتحي الكاميرا كده وانت هتلاقي حبايبك كده معاكي، وحسهم معاكي في الدنيا. ونسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. هتلاقي نفسك خلصتي، والاقي نفسي ايه عايزه انام كده. اروح ايه مفوقه نفسي بقى كوبايه شاي كده ولا اي حاجه. بصراحه انا ماليش في النسكافيه والقهوه لان دولت بيوطولي الضغط. فبصراحه ما اقدرش ان انا اشربهم، فكنت بفوق نفسي كده ايه كوبايه شاي على قد ما بقدر. او انا كنت بعمل ايه، كنت موطيه بعمل ايه كل ده. عموما اكيد كنت بنضف السيراميك. بصراحة هو السيراميك جميل يعني نظيف. وانا كمان كنت قبل ما اجيب العفش عملته بالهكر اللي انا عملت لكم بيه البوتاجاز. فبصراحة خلاه فل شمعة منورة. هكر ده حاجة كده سحر بجد والله العظيم. حبيت بقى ايه انضف اللي هي بتاعت البصل والحاجات دي. وكنت شاريه بقى شويه حاجات وكده. فقلت اما انضفها بقى واغسلها غسله حلوه كده، وافضي كل الحاجات كده. طبعا يعني صورت لكم على قد ما اقدر، لان انتوا عارفين طبعا التنظيف يعني بيبقى محتاج معلش يعني كده شويه توطيه شويه. فعلى قد ما بقدر ما بقدرش ان انا ايه اصور كل حاجه. تاني حاجه
يعني صعب جدا ان انا افضل يعني اشيل واحط في المطبخ بالاسدال، حاجه صعبه جدا يعني بجد. بصوا كل دي اشيل مواعين واحط مواعين. عايزه اقول لكم وانا بتفرج مين الست اللي عملت الحاجات دي؟ انا اللي عملت كل الحاجات دي، بس ربنا قواني الحمد لله بفضل الله. ربنا قواني. بس عايزه اقول لكم اللي بيعزل بيقعد فتره كبيره عقبال ما يستقر بقى ويحط كل حاجه مكانها. يعني مهما رتبت بتبقى في حاجات ايه برضو مش مكانها. بقيت كده استعين بالله واذكر الله وايه واشتغل كده. وكان كمان كان جنبي ولادي يعني كده برضو ايه عمالين يتشكلوا مع بعض. فالدنيا كانت بتعدي. الله العظيم. يعني عمالة شغالة وهم عمالين ياكلوا في بعض كده. فايه عشان كده كمان مش بقدر اطلع لكم اي صوت، عشان طلعت لكم اي صوت يعني خلاص اليوتيوب كله هيفرقع من اصواتهم. على فكرة دي كانت بتاعت ايس كريم، انا كنت شارياها بقى ومحضراها على اساس ان انا هعمل لكم بقى ايس كريم وحاجات كده. بس هنعمل كل حاجة برضو مع بعض. احنا لسه الصيف مطول معانا، ما تقلقوش خالص. اي نعم المدارس هتبتدي، كل سنة وانتم طيبين. بس مش مشكلة، مش معنى المدارس جت يعني الشتا جت، لا هنبتدي ان شاء الله ونعمل كل حاجة. وحبيت كده بقى ايه اتسلى معاكم كده ومن موقعي هذا بشكر اي حد بيدخل القناة عندي جديد، بيشرفني وبينورني. والكلام الجميل مع ان المشاهدات قلة جدا جدا والله العظيم. يعني انا في قمة تعبي ده وبرضه بصور علشان انا بحبكم في الله. فيعني اللي يتفرج على الفيديو ياريت 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 فضلا وليس امرا يحط لي اللايك. بالله عليكم تحطوا لي اللايك، لاني والله العظيم اللايك بيرفع لي الفيديو بطريقة يعني جزاك الله كل خير. اي حد بيحط ايده على زرار اللايك ويدوس على اللايك بجد بجد بحبكم جدا جدا. وكمان انت هتدوس اشتراك علشان يوصلك مني كل جديد يا قمر يا قمرة يا انتي. بصي خليت بقى المطبخ فل شمعة منورة ازاي. اي نعم هو اصغر من اللي فات، بس بجد بجد يعني الحمد لله بفضل الله. انا مرتاحة لان في التاني كان فيه عيوب كتير هنتكلم عليها في فيديو تاني ان شاء الله لو انتم حابين. بصوا خليت الارض كمان ايه فلة. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو من فيديوهاتي ديت والروتينات ديت هنزل لكم بقية الروتينات. مش عاجبكم خلاص بقى ايه نبتدي فيديوهات جديدة. وباي باي.